مساء الخير على كل السادة المشاهدين والمتابعين في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم. طبعا احنا النهاردة موجودين في اليوم الترفيهي الأول بالإسكندرية تحت إشراف الدكتورة دعاء نصر، وهي طبعا النهاردة معانا. عايزين بقى نتكلم عن اليوم ونعرف تفاصيله أكتر وإزاي الفكرة جت عند الدكتورة دعاء نصر. مساء الخير يا دكتورة. مساء الخير، اهلا وسهلا بيكم. اهلا بحضرتك. طبعا عايز اشكرك على اليوم الجميل ده وعلى الدعوه الكريمه طبعا من حضرتك. مبسوط جدا ان انا معاكي. حابب النهارده طبعا اعرف تفاصيل اليوم اكتر وازاي الفكره جت عند الدكتوره دعاء والتجمع الحلو قوي اللي انا مبسوط بيه جدا النهارده ده. الفكرة ان احنا كاصحاب ما بنتجمعش كتير كلنا في مكان واحد، فقررت ان احنا نجمعهم كلهم. وطبعا عدد كبير جدا، يمكن احنا تقريبا دخلنا في 500 بالاطفال وممكن يكون عدينا تقريبا. المكان العدد ده ما كانش هيتحمل اي مكان غير المنتزه. انا اخترت المنتزه علشان انت عارف طبعا سمعت عن الحملات واللي هي مقاطعه علشان خاطر التطورات والحاجات دي كلها. فانا اخترت المنتزه بالاخص علشان ننشط فيها السياحه، نجمع فيها اكبر قدر من الناس. على فكره احنا مش كلنا اسكندرانيين من اسكندريه، في محافظات، في من الصعيد وفي من الاسماعيليه وفي من اماكن كتيره جدا. فانا كنت حابه ان انا الناس دي كلها تيجي تشوف المنتزه. المنتزه جميله على فكره، يمكن لو جبت الصور ليها. اول تطور ليها ده اول جزء على فكره. لسه في كتير ولسه هتبقى اجمل من كده، لسه فيها مطاعم، لسه فيها العاب، لسه فيها حاجات كتير قوي. فزي ما قلت لك ان انا حبيت ان احنا ندعم فكره تنشيط السياحه داخل اسكندريه داخل قصر المنتزه. والحمد لله طبعا عشان عدد كبير ما كانش ينفع ان احنا ندخل كده من نفسنا. دعمنا مع الوزير محافظ اسكندريه اللي هو محمد الشريف. وقف معانا ساندنا. الحمد لله خدنا موافقة من الإدارة بتاعت المنتزه. أخدنا موافقة من مدير قصور الرئاسة، لأن المنتزه طبعا مش تابعة للمحافظة، تابعة للرئاسة. وبصراحة بذلنا مجهود كبير جدا في إن احنا نوصل للمكان دوت. والحمد لله لقينا دعم ولقينا مساندة. وبرضه شكر الأول والأخير لمحافظ اسكندرية اللواء محمد طاهر الشريف. طبعا يعني بالكلام ده نعرف ان اليوم النهارده مش بس ترفيهي او تجمع اصدقاء، ولكن لدعم لتنشيط السياحه في محافظه الاسكندريه اللي طبعا معروفه في العالم كله مش في مصر فقط. طيب كلمينا النهارده بقى دكتور. انا شايف طبعا شيفات جميله، وطبعا النهارده اكلنا حاجات حلوه جدا جدا جدا، طبعا الفضل يرجع لحضرتك. وشايف الاطفال مبسوطه وبتلعب معانا جدا، يعني ما شاء الله. وانا شخصيا مش من اسكندريه، انا من كفر الدوار وجاي مخصوص عشان ابقى معاكم طبعا، ومبسوط جدا النهارده. عايز اشكرك جدا يا دكتوره. وعايزين بقى كلمه لعالم النجوم بقى، طبعا جارتنا وحبيبتنا وليها فضل كبير جدا علينا. اول حاجه التجمع ده كله ما كانش ينفع من غير الاطفال. يعني انا عاشقه للاطفال. وزي ما انت شايف او شفت عملنا لهم مسابقات وكلهم فازوا وكلهم اخذوا جوائز، وعملنا للسيدات وللرجال. فاليوم كان ترفيهي مدعم بتنشيط السياحه. هو كان قائم على الفكرتين، ان احنا نيجي نقضي يوم نلعب نجري نلعب نعمل كل حاجه، وفي نفس الوقت ننشط السياحه. بالنسبه للشيفات، هم مش شيفات بس، هم من جميع المجالات. حتى الاطباق والاكلات اللي انت شفتها في منهم سيدات بيوت. بس الشيفات انطلقوا زي ما انت شايف، كل واحد عرض الاكل بتاعه او المنتج بتاعه. والحمد لله اغلبهم بصراحه يعني ما يتقالش عليهم ستات بيوت، بل هم شيفات. وفي منهم على فكره اصحاب محلات واصحاب مصانع، وكلهم اتعرفوا على بعض. والحمد لله يا رب يا برضه يكون يعني اضفنا فكره يعني فيد واستفيد، يعني لما يعرضوا شغلهم على بعض كلنا هنستفاد من بعض. طبعا استفادوا جدا. انا كان معايا احد الضيوف النهارده من قبل قليل، وقالت ان انا فعلا اتعلمت حاجات النهارده. يعني اليوم مش كان ترفيه فقط، بل انا استفدت من اصدقاء الشيفات التانيين يعني. فانا بشكرك جدا يا دكتور على اليوم. وطبعا مش عايز انسى كل الشكر والتقدير للسيد محافظ الاسكندريه. طبعا شكرا جدا، وشكرا لاداره المنتزه، سهلوا لنا عمليه الدخول، دخلنا بسلاسه كبيره جدا جدا جدا. شكرا دكتوره دعاء نصر. وبرده ما قلتش كلمه جريده عالم النجوم. لا، جريده عالم النجوم هي الراعي للحدث، ما ينفعش. يعني اللي عامل كل ده مش دعاء نصر، لا، جريدة عالم النجوم هي اللي عاملة التجمع دوت، وهي عاملة الايفنت، وهي يعني لا، دعاء نصر انا ما بحبش اذكر دعاء نصر قد ما بحب اذكر جريدة عالم النجوم.
طبعا جريدة عالم النجوم بقدم لهم كل التحية والتقدير، وكل القائمين على الجريدة. طبعا انا شخصيا اتعاملت مع الجريدة بنفسي، حاجة محترمة جدا. مش عايز اذكر اسامي عشان ما انساش حد، بس طبعا بشكرك جدا يا دكتور على اليوم ده، انا سعيد جدا والناس كلها مبسوطة. وطبعا حضراتكم شفتم في اللقاءات السابقة حب الناس للدكتورة دعاء نصر، يعني انا بحسدك على حب الناس بصراحة. الحمد لله والله نعمة كبيرة من عند ربنا. الحمد لله. الحمد لله، حب الناس ده نعمة كبيرة من عند ربنا. حابب بقى تقول لنا كلمة صغيرة عن جمعية لقمة عيش اللي هي موجودة معانا النهاردة. جمعية لقمة عيش طبعا أنا سمعت عنها، برضو من الجمعيات برضو اللي الناس بتشكر فيها جدا جدا، وفي ناس كتير مبسوطة، على عكس يعني في جمعيات تانية يعني ما لقتش استحسان من حد. بس يعني تقريبا كده الحمد لله، يعني ما شاء الله الجمعية عندكم مسمعة وكويسة، وإن شاء الله ربنا يوفقكم دايما من نجاح لنجاح. شكرا جدا لحضرتك يا دكتوره. طبعا معانا رئيس مجلس اداره الجمعيه الشيف اشرف الاسكندراني. اتفضل يا شيف، كلمنا بقى عن اليوم، وكلمنا عن الدكتوره دعاء نصر طبعا واليوم الجميل ده، وكلمنا عن الجمعيه برضو اكتر. اتفضل. الاول انا بشكر الدكتوره دعاء على اللي بتعمله الاسكندريه بحالها، مش التجمع ده بس، اكتر من حاجه عملتها في اسكندريه جدا، وتعتبر هي اول مناره في اسكندريه، وانا قلت الكلام ده قبل كده. وهي اللي جمعت ناس اسكندريه في كل مكان، وخلت اسكندريه بقت لها اسم. بدل ما كان الايفنتات بتتعمل بره اسكندريه، لا بقينا بنعمل هنا في اسكندريه، وبنعمل ايفنتات عالميه في اسكندريه، الحمد لله رب العالمين. طبعا الشكر لها جدا ان هي بتجمعنا كلنا وبتجمع الشيفات كده. برضه احب بس اديلها نبذه كده عن هدف واحد بس من اهداف الجمعيه، وده اللي انا كنت بشتغل عليه من زمان. احنا عندنا شيفات كتيره قاعده طبعا من غير شغل، فقلنا فكره كده اللي انا صممت الجمعيه تتعمل عشانه، يعني ان احنا ناخد الشيفات دول يشتغلوا ويفيدوا في نفس الوقت. هيعلموا ستات البيوت اللي هم الارامل والمطلقات، تمام، يعلموهم ان هم يعملوا حلويات، يعملوا اكلات بيتي، ونعمل لهم معارض من خلال الجمعيه يبيعوا منتجاتهم، وتعود على الشيفات بفلوس، وتعود على ست البيت بفلوس، بدل ما هي تيجي مثلا مستنيه من الجمعيه ان الجمعيه تدي لها مثلا اعانه، لا هي تشتغل بنفسها وتطلع اعانتها بنفسها. ده الفكره الاولى لهدف الجمعيه. وبعد كده الافكار اللي هي الخيريه الثانيه، الملابس، الحاجات اللي هي نشاط الجمعيات كلها. والحمد لله استحسنت الفكره، رحبت جدا وقالت لي يمكن انتوا اول حد يعمل حاجه زي كده، وعدتنا لو احنا قمناها صح هتدعمنا مع رجال الاعمال في اسكندريه. فده الهدف الاولاني، ان احنا نفيد ستات البيت الاول اللي هي الارامل المطلقات ان هم يشتغلوا بنفسهم. ده الهدف بتاع الجمعيه في الاول وفي الاخر. ونتمنى طبعا الناس في اسكندريه كلها وحضرتك اولنا طبعا ان تقفوا جنبينا ان احنا نحقق الفكره ديت، عشان نحقق للناس دول ذاتها، بدل ما الجمعيات اللي هم زي ما حضرتك تفضلت كده، في جمعيات معلش بتاخد اعانات وما توصلهاش لاصحابها. لا احنا عايزين الجمعيه توصل الحاجه لاصحابها فعلا، واصحابها يشتغلوا برضه في نفس الوقت. احنا طبعا معاكم بندعمكم، وشوف شيف اشرف اي حاجه انتوا عايزينها احنا معاكم قلبا وقالبا. اي حاجه شوف ايه المطلوب مننا او مطلوب من جريده عالم النجوم، هتكون معاكم دعم وسند لحد ما نوصل لكل واحد حلمه او تحقيق حلمه. كل اللي انتوا عايزينه انا شخصيا معاكم، ومش هتردد ان انا اكون ايدي في ايد حد حابب فعل الخير، حابب ان هو يساعد الناس، حابب ان هو يكونوا احسن، المعيشه افضل. فانا معاكم وشوف، وما عنديش اي مشاكل من اي حاجه. طبعا كل الشكر والتقدير للدكتوره دعاء نصر رئيس مجلس اداره جريده عالم النجوم، وايضا كل الشكر والتقدير للشيف اشرف طبعا رئيس مجلس اداره جمعيه لقمه عيش. وبنتمنى لحضراتكم كل خير ان شاء الله في اللي جاي. وبشكرك تاني يا دكتور على اليوم الممتع الجميل جدا ده. طبعا كنا معكم النهارده في اليوم الترفيهي الاول بالاسكندريه برئاسه الاستاذه الدكتوره دعاء نصر. شكرا جدا لكل الساده المشاهدين والمتابعين في كل مكان. كان معكم خالد المصري. شكرا.